خاوتنا السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير نتوما والعصافير تاعكم. خاوتي اليوم راح نتكلموا على رشاشه هذه تاع الماء. كاين بزاف كيما نقولوا مربيين، كاين اللي يستعملها، كاين اللي ما يستعملهاش، يقول لك ماشي مليح ترش الطائر. كيما نقولوا كاين كيما نقولوا حتى اللي راهم يهضروا في اليوتيوب يقول لك انا نستعملها، كاين اللي يقول لك ما نستعملهاش، كل واحد والراي تاعو. خاوتي انا نعطيكم كيما نقولوا الراي تاعي والحاجه اللي يسمى كيما نقولوا لي لقيتها منطقيه انايا هكذا خاوتي، وانتم شوفوا. انا كي تكلمت لكم على هذه خاوتي قلت لكم بلي هذه نستعملها في غيار الريش، لاخاطش تعاوننا في الريش تاع الصف كيما نقولوا الصوت تبلل الطير مليح من الفوق ومن تحت، خاطش الطير كي يدخل في الاناء كنحطوا له اناء كيما هذا يا خاوتي، حوض الاستحمام يشمخ روحو من تحت برك هكذا، ومن داك يشمخ غير راسو صدرو. المهم خاوتي قلت لكم نستعملوها باش كيفاش يسنى خاوتي، هاوليك هاو يسنى. دوك هذه هي الحبسه اللي راح نكمل لكم فيها، ويسنى باش نرشوا هذا. لكن هذا كندير له غير شويه هكذا يخاف. شفتوا كيف خاف هذا صح خاوتي؟ نكملوا. قلت لكم باش كي ترش الطائر مليح تاعك تسهلوا سقوط الريش تمتم، ويعاود ينبت الريش تاعو تما تساعد في غيار الريش. ودوكا نجو زعما عندك وكاين اللي يستعملها خاطر عنده طيور بزاف خاوتي هكذا، عنده طيور بزاف ما يقدرش يحط لهم كاع اناء وينظف وكذا. تما هي خاوتي هذه الرشاش هذا تاع الماء تستعملوا عادي مع الطير هكذا، ما يكونش فقط البرد بزاف كيما نقولوا ما ترشوش على خدعه هكذا خاوتي. هي شوف الاساس يكون مروض عليها. تقول لي انت كيفاش الطير مروض على رشاش الماء؟ مروض خاوتي. راكم شفتوا هذا نحطوا الاناء تاعو باش يدوش، خاطر عليه ماشي موالف. شفتوا غير رشوا شويه، شفتوا كيف يهرب، شفتوا. لكن لاحظوا هذا خاوتي، شوفوا يحبس في بلاصتو كيما نقولوا، هو يحب شغل يستحم. هاني نرش له هو يستحم. راكم تشوفوا خاوتي، انا نرشلو هو ويستحم. هذا هو الاستحمام، على هذا مروض عليها. فهمتوني خاوتي؟ هاي لك الانثى هذه راني تاع الكناري راني نروض فيها. كيفاش كي تبدا تروض فيها على الرشاش؟ الخطره الاولى واش دير؟ رشه هذه هربت خاوتي، هاي كان شوف رشه 2 3 تخليها خلاص هكذا خاوتي، ما تزيدلهاش. ومن بعد تخليها حتى تنفض روحها مليح، تعاود تسقم روحها، تعاود ترشلها رشه 2 3 تبل شويه خلاص. تخليها المره الجايه غدوه ولا غير غدوه كي تجي ترشها عادي. شوفوا هذا خاوتي كي يوالف، راكم تشوفوا كيفاش. شوف وليك الله يبارك، هاو يستحم عادي، وليك يخدم بجناحتيه بوجهه. شوف شفتوا كيفاش؟ ولا يقول لك زيد اعطيني الماء. خاطش عليه مروض، كي يكون مروض عليها ما تخافوش خاوتي، ما راح يصرى له حتى حاجه. ما راح خاطش خاوتي دوك انت كيما هذا كون انا هو يخاف، انا نزيد نبقى ندير له هكا حتى تزعجو يولي يخاف منك، يولي فهمتوا. تقدر حتى تخلعوه ما باليش يروح يحصر رجلو في الشباك، ما يكسر جناحه، فهمتوا خاوتي. لكن كي يكون الطائر مروض هاوليك عليها، لاحظوا راني هو راهو عادي هكذا خاوتي، هو راهو يستحم. هذا كون نحط له الحوض هذا يستحم لك خطره في 15 يوم، خاطر يغسل غير راسو، هذا يحب في البلاطو. لكن انا من نحبس على البلاطو خاوتي تاع ارضيه القفص، لخاطر موسخ وكذا من حاب وزيد تغسلها فيها خدمه. لكن خاوتي شفتوا كي معتاد عليها. تما واش معناتها؟ لازم هذه باش تستعملها لازم يكون الطائر تاعك موالفها. وانا قلت لك باش تولفها له. هاي لك الانثى هذه، كيف دوك ولات ما تهربش. غير شويه وتخليها هكذا، ما تخلعهاش بالعقل توالفها تولي عادي. شوف كيما هذا دوك يجي. شوف نرشلو منه دوك هبط. شفتوه؟ خلاص عادي ترشوا به عادي خاوتي، ما يصرى له والو هكذا، ما يموت ما يمرض ما والو، العكس مليحه. خاصه انا قلت لكم في غيار الريش مليحه، وانا قلت لكم بلي عنده طيور بزاف تساعدوا كذلك في الاستحمام الطيور تاعو. ما تنساوناش خاوتي بالاعجاب، وكما قلنا التعليقات تاعكم تهمنا باش نعرفوا المواضيع اللي نديروها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.